اتعلمنا في فصول الرياضيات إن حرف إكس بيدل على المجهول. ومش بس في الرياضيات، ده الموضوع منتشر في معظم الثقافات في العالم، إن لما بيكون في شيء مجهول بنرمز له بالرمز إكس، زي شخصية مجهولة يبقى اسمها الشخصية إكس، أو مسلسل المجهول اللي اسمه إكس فايلز، أو المشاريع المجهولة اللي بنسميها بروجكت إكس، وحاجات تانية كتير. بس ليه الرمز إكس هو اللي دايما بيرمز بيه للمجهول؟ وإيه السبب ورا كده؟ اتفرجوا على الفيديو ده علشان تعرفوا ليه إكس هو رمز المجهول. ولو انتم اول مرة بتتفرجوا على فيديوهاتنا ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، ولو بتتفرجوا على الفيسبوك اعملوا متابعة للصفحة ولايك وشير للفيديو. في المدرسة وخصوصا في حصص الرياضيات لما كنا بندرس معادلات حسابية بيكون المجهول فيها مرموز له بحرف الاكس، وفي معظم العلوم رمز اكس هو الدال على المجهول. وزي ما قلنا ان الموضوع منتشر في ثقافات كتير في تسميات اشخاص ومشاريع ومسلسلات وحاجات تانية. في الحقيقة الموضوع مش صدفة ولا اختيار عشوائي، والسبب ورا اختيار الرمز ده بيرجع للغة العربية في الاساس. وزي ما احنا عارفين ان اللغة العربية هي لغة منطقية بامتياز، وعلشان تكتب كلمة أو عبارة أو جملة في اللغة العربية الموضوع ممكن يكون مشابه لصياغة معادلة رياضية، لأن كل جزء من أجزاء تكوين الجملة دي بيكون دقيق للغاية وبيحمل العديد من المعلومات. وده أحد الأسباب كون الكثير مما نعتقده في العلوم والرياضيات والهندسة الغربية كانت في الواقع ابتدت الأبحاث عليها في القرون القليلة الأولى من بداية العمل بالتقويم الميلادي بواسطة العرب والفرس والأتراك. وده بيتضمن نظام حساب الرياضيات في العربية المسمى بالجبر، واللي هو لما بنشرح معناه سريعا نقدر نقول إنه نظام حسابي للتوفيق بين الأجزاء المتباينة، واللي ترجم للغة الإنجليزية باسم الجبرا. وهناخد مثال بسيط يشرح لنا الفكرة والسبب ورا اختيار الحرف إكس. النص العربي لشروحات علم الجبر اللي بيحتوي على الحكم الرياضية وجد طريقه أخيرا لأوروبا، وبما إن في الوقت ده أهم وأكبر الدول كانت أسبانيا فوصل علم الجبر ليها في القرنين 11 و12 ميلاديا. ولما وصل العلم ده هناك كان فيه اهتمام كبير بترجمته إلى اللغات الأوروبية، بس كانت فيه مشاكل واجهتهم في موضوع الترجمة ده. أحد المشاكل اللي واجهتهم إن في بعض الأصوات في اللغة العربية ما يقدرش الأوروبيين إنهم ينطقوها بدون تدريب ودراسة مكثفة، بالإضافة إلى إن الأصوات دي ما يقدروش يمثلوها باستخدام الحروف الموجودة في اللغات الأوروبية. وعلى سبيل المثال حرف الشين، وحرف الشين مشابه جدا للحرف SH في اللغة الإنجليزية المعروفة لينا دلوقتي. والحرف شين هو أول حرف في كلمة شيء، واللي بتعني باللغة الإنجليزية الحديثة something، شيء غير معروف أو غير معلوم. وفي اللغة العربية بإضافة الألف واللام بتصبح الكلمة ليها أداة تعريف وتصبح الشيء، بمعنى آخر الشيء الغير معلوم أو الغير معروف. والكلمة دي هي الكلمة اللي بتظهر في كل مكان في الرياضيات الأولى، زي المثال الظاهر على الشاشة ده. المشكلة كانت بالنسبة للعلماء الأسبان في العصور الوسطى اللي كان مطلوب منهم ترجمة المادة دي، هي إن حرف الشين وكلمة شيء لا يمكن إدخالهم إلى اللغة الإسبانية، لأن اللغة الإسبانية ما فيهاش حرف الشين ولا صوت النطق بتاع حرف الشين. وهكذا بالاتفاق بينهم أنشأوا قاعدة قاموا من خلالها باستعارة أقرب صوت للشين، وهو صوت السين والكاف من اللغة اليونانية الكلاسيكية على شكل حرف كاي. لاحقا لما ترجمت المادة دي للغة الدارجة أكتر في أوروبا وقتها وهي اللغة اللاتينية، قاموا باستبدال حرف الكاي اليوناني بحرف إكس اللاتيني بكل بساطة. ولما حصل الموضوع ده وأصبحت المادة دي متوفرة باللغة اللاتينية، تشكلت حولها أساس كتب الرياضيات المدرسية لحوالي 600 سنة، وانتشر الموضوع ده إن حرف إكس بيرمز للمجهول. يعني في النهاية نقدر نقول إن حرف إكس بيرمز للمجهول لأن الأسبان ما بيعرفوش ينطقوا حرف الشين. قولوا لنا في الكومنتات أكتر حاجة عجبتكم في الفيديو ده، ولو عندكم اقتراحات لفيديوهات تانية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل. ولو بتتفرجوا على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة ولايك وشير للفيديو.